هاي اعمل ايه؟ تمام. سقفة تيتا الحقيقي. كنت لوحدي في البيت، ما كانش في حد. اتصرف ازاي؟ ما حدش قال. اعمل ايه في وقتها؟ ما كنتش عارفه. كنت في عزا، لو ما كنتش عارفه اعيط ولا اعيط. ما كنتش فاهمه الصراحه ايه اللي بيحصل. لما عرفت بقى اعيط. كنتش عارفه اصلا انها البيريد. روحت عادي جدا مش فاهمه ايه اللي بيحصل. دعيت ربنا كتير جدا ان الشيء ده ما يحصليش تاني علشان انا مش عايزه اموت. قعدت بعدها اسبوعين كل ما بنزل بالمايو. انا همسك التغيرات الجسديه، مفيش حاجه هتتغير. زمان كنت بقول بيراميدز. بيراميدز. البتاع عندي ظروف. هيام مشيت وجت مكانها البيريد عادي. هو الناس شايفه ان في حاجات كتير قوي ليها علاقه بالبنت عيب. الناس شايفه البيريد عيب عشان هي حاجه ريليتد بالست. لا دي حاجه هي بس اللي تتكلم فيها. انتي الانثى راح فين حيائها؟ اي بنت عندها بيريد او كده ما تقوليش وما تبينيش، مش عارفه ليه بقى انها حاجه طبيعيه يعني. او بيحطها في كيس هدوم خديها ويمشي بسرعه. تحسي ان هو بيهرب لك حاجه. خبي لك اللي خدي. انت كده خليتها باينه على فكره، عادي يعني، ما تحسسونيش ان في حاجه غلط. مره كنت باكل حاجه فيها خيار، اخويا دخل عليها عملتها ماسك. باجي جنب اخويا واجيب الفرايز واكلها قدام كده. فبصت لهم كلهم وقلت خلاص ما بداش. قلت لهم اوكي انا ما عنديش ميعاد دواء، انا عندي البيريد. وسنس ان وي اول نو ممكن اقعد اكل على مكتبي عادي علشان انا مش عايزه اروح اتكلفت في الحمام اكل الصراحه. كانت الباد شبكه في السوسته، رحت عامله كده جامد، راحت طارت. كنا بنلبس بنطلونات بيج، جات لي وانا ما كنتش عارفه بقى. رحت اتعلقت الباد طارت قدام الراجل بقى، يعني بصيت له كده هو عادي يعني في ايه. في رجاله كتير لا ممكن تتوتر لي يعني، وانا عايزه اقول له انا مش متوتره، انت متوتر ليه؟ الرجاله اللي في حياتي ممكن يشتروا لي فوائد صحيه. اللي هو لما ولد يكون تعبان ويقول لا انا تعبان، ايه يا عم عندك الظروف ولا ايه؟ يا مصطفى دي عندها هرموناتها مسيطره عليها. الستات بتكون مجانين علشان their period. ان انا مش مؤهله ان انا اتكلم في البيريود، مش عارفه ليه، لانها بتجيلي بقالها 13 14 سنه مثلا، فازاي مش مؤهله؟ ايه المشكله يعني كلنا بنتعب زي بعض؟ لا يا جماعه مش كلنا بنتعب زي بعض. بيتعاملوا معاها على ان هي كائن اللي هيتحول حاليا ان هو وحش هالك. بحس طبعا لما الولد بيبقى في بيت فيه كذا اخت بنت بيبقى عنده طبعا خلفيه عن الموضوع. لو ولد تاني في بيت ما فيهوش بنات هيبقى مستغرب الموضوع قوي من حيث المعرفه، لان هو ما بيبقاش الموضوع بالنسبه له اسطوره. شايف اخواته بيجي لهم البيريد غير اللي بيبقى في بيته ما فيش حاجه كده، فبيبقى بالنسبه له ده كائن اسطوري. اهالي تتكلم مع اولادها ان اتس فاين، ويبقى في education اكتر عن الموضوع، يبقى في awareness بين الولاد والبنات الاثنين، مش البنات بس. ونحسسهم ان الحاجه دي طبيعيه وهتحصل لنا كلنا، ما تكونش بنت لسه اول مره ومش عارفه حاجه وتتفاجئ او تتصدم. لما احنا من نفسنا نقول خدي بالك ما تقوليش وكده، هم هيحسوا اللي هو ايه ده، هم بيخبوا ايه. لازم يكون في education من صناع المحتوى، ان هم يتكلموا عن الموضوع ويتكلموا ان هو عادي، ويتكلموا ان هي مش حاجه نتكسف منها. يتعاملوا معاها ان هو توبيك ولا هو تابو، ويبقى زيه زي اي حاجه تانية هي هتعدي بيها في حياتها. كلنا بيحصل لنا نفس الحاجه، فعيشوا يا جماعه عادي يعني. البيريود مش ظروف. البيريد مش ظروف. البيريد مش ظروف. البيريد مش ظروف. البيريد مش ظروف. بيريد مش ظروف. بيريد مش ظروف. انا عندي البيريد، انا ما عنديش ظروف. والله العظيم ما اسمهاش ظروف، اسمها period، اسمها period.